هنعمل النهاردة سكالوب بانيه بطريقة جميلة ويكون مقرمش معانا وطريقة سهلة جدا، بس مش الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. وهنعملها بطريقة مختلفة ويطلع معانا أحلى من المطاعم وزي ما انت شايفين كده. ونبتدي بالخطوات بتاعتنا على طول. عندنا هنا صدور بانيه وشوية دقيق، ودي البهارات بتاعتنا. وفي البهارات بتاعتنا هيبقى موجود على جنب علبة زبادي وبيضتين. تمام. وادي عندنا صدور البانيه تبقى مغسولة، وعندنا هنا هنجيب بولة وفيها بيضتين اللي احنا وريناها لكم، ومعاهم علبة زبادي. والبهارات بتاعتنا توم بودر وبصل بودر وبابريكا وكمون وكزبرة وفلفل اسود وملح. نضرب الخليط ده كله في بعضه زي ما انتم شايفين كده. اعملوها بالطريقة دي هتعجبكم وهتبقى سهلة وتتبيلتها جميلة وطعمها هيبقى ولا أروع. ننزل عندنا بالفراخ بتاعتنا هنا ونسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة. يعني دي التتبيلة بتاعتها، تتبيلة سهلة وخطوات بسيطة، بس هتفرق معاكم في الطعم. وجربوا الطريقة دي وهتعجبكم إن شاء الله. بعد ما تطلع من نص ساعة من التلاجة، أول حاجة هنحطها في الفيجيتار ونديها تقلبتين كده حلوين في الفيجيتار. أهم حاجة الفيجيتار يخش في البانيه كله، يعني حاجات سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين كده. بس اعملوها بالتكات اللي بقولكوا عليها دي. بعد كده في الدقيق قلبتين. وهنا بقى أهم خطوة لازم يعني تدوس عليها كده زي ما انت شايف كده في الفيديو. لازم تضغط عليها ضغطتين تلاتة وهي في الدقيق. كل الشرايح اللي هتعملها يبقى مضغوط عليها جامد. زي ما انتم شايفين انا بختصر لكم الموضوع. لازم تضغط عليها في الدقيق، ولا تحط في مية ولا ترجعها في اي حاجة، زي ما انا بوري لحضراتكم كده. تمام. بتضغط عليها جامد، تنزل عندك في زيت. اهم حاجة الزيت يكون سخن جامد، وغير سخن جامد يكون مغطي البانيه زي ما انتم شايفين، بحيث اللي انت اول ما تنزل بالبانيه بيكون كله جوه متغطس في الزيت. وادي النتيجة بعد 10 دقايق بالظبط. يعني طعم التتبيلة ولا اروع. وادي متماسكة بص، يعني جمال حاجة تانية. ويا رب تكون الطريقة عجبتكم، ودعمونا بلايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.